اللي عملته رجع لك حتى لو نسيت. فاكر يوم ما وقفت جنبه وساعدته وكنت معاه وقت ما الكل سابه وبعدها اختفى ولا حتى قال كلمة شكر؟ استنى بس ما تزعلش، لأن كل ساقي سيسقى بما سقى. في واحد كان دايما بيخدم الناس، يضحي ويسمع ويساعد، وكان دايما يقول مش مشكلة الخير لله. بس كل مرة يعمل خير كان يقابل بالخذلان، لحد ما تعب وقال هو فين ربنا؟ أنا ليه كل اللي حواليا بيبيعوني؟ لكن فجأة ظهر له شخص وسط الزحمة وقال له أنا ابن الست اللي ساعدتها زمان لما ما كانش معانا ناكل، وساعده في لحظة كان محتاج فيها بسمة من السماء. ربنا قالها صريحة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بس الإحسان مش لازم يرجع من نفس الشخص، ممكن يرجع من شخص غريب، من موقف، من دعوة في ظهر الغير. زي ما الخير بيرجع الظلم كمان بيرجع. اللي بهدل نفسيتك هيجي عليه يوم يتحط في نفس الموقف، واللي كسر بخاطرك هيجي يوم يتمنى حضنك ومش هيلاقيه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، كل حاجة بتتسجل، وكل سقي خيرا أو شر راجع لصاحبها، لأنه كل ساقي سيسقى بما سقى. تخيل إن كلمة قلتها اتحطت في صندوق واتقفلت، واستنت الوقت المناسب ترجع لك، أما ترتوي بيها أو تتحرق بيها. فلو كنت ساعدت حد وخانك ما تزعلش، ما تندمش، لأن كل ساقي سيسقى بما سقى، وأنت سقيت خير، وربك عمره ما بينسى الطيب. سلام، واشوفكم في اللحظة الجاية.